القصة ديالنا ديال اليوم فيها واحد الدرس صعيب وصعيب بزاف لكل بنت كتشوف راسها بأنها قافزة ومطورة وباغية تحرق جميع المراحل. عمركم شفتوا شي بنت كتحفر قبرها بيديها وهي كتضحك؟ انا بعدا عمرني ما شفت. كاينين شي بنات سبحان الله كيعطيهم الله الزين وكيزيدهم معاه حتى الذكاء، ولكن هما كيستخدموا هاد الذكاء في الذكاء الشيطاني، كيسحب ليهم بانهم قادرين يلعبوا بقلوب الرجال كما بغاو، ولكن نساو بان الله فوق منهم وباللي الطمع طاعون كيقتل مولاه. هاد القصة ديال واحد البنت سميتها سارة، ماشي غير قصة ولكن عبرة كتبين بأنه الزين ماشي ديما نعمة، ولكن في بعض المرات كيقدر يتقلب للنقمة. واجيو تسمعوا معايا اشنو غادي يطرا في هاد القصة ديالنا غتبدا في مدينة سيدي سليمان، وسط واحد العائلة عايشة تحت الصفر، يعني فقيرة. الاب كان عساس والام كدير غير الميناج، ووسط هاد الميزيرية كبرات سارة، عطاها الله واحد الزين استثنائي. زينها كان ساروت لأي باب مسدود. سارة حلفات باليمين ما تعيش عيشة والديها، وقررت تستثمر في راس مالها الوحيد هو وجهها. بدات حياتها خدامة في التيليبوتيك في سونتر فيل، تما تعلمات أبجديات الصيد، كيفاش تصيد الضحية الأولى كان سميتو مروان، محامي لاباس عليه. سارة هنايا غادي تقمص دور بنت الناس الشريفة العفيفة اللي ما كدورش في الزناقي. مروان هنا واخا مزوج ومحكوك مع الزمان، طاح في الفخ وتزوج بها زواج الفاتحة غير في السر. فرش ليها الدار وغرقها ذهب، وملي سارة جمعات الحصيصة اللي هي 7 المليون في الصداق والذهب، سالات منه بواحد الذكاء وخدات منه تعويض صحيح باش تخليه هاني مع مرته الاولى. سارة ما وقفتش هنا، دارت واحد المحل ديال الحوايج، ولات انيقه كتلبس زوين، ودارت صحابات الهاي كلاس. وهنا غدير اكبر صفقه اخلاقيه ملي خانت صاحبتها اللي هي الروح سميتها نجيه، وطمعت في راجلها رضا كان مهندس عاوتاني نفس السيناريو. الزواج في السر، حلبات السيد ماديا، وملي بغى يرجع لمراتو ابتزاتو وخدات منه 10 المليون كاش باش تبعد. سارة ولات مولات الشي، الفلوس موجودة والحديد واعر، ولكن النفس مازال ما قانعاش. في واحد النهار غتسافر سارة للدار بيضاء باش تجيب معاها السلعة. تماك يتلاقى مع واحد الولد سميتو نبيل. كان واحد الشاب ريفي عايش في هولندا، كان راكب في واحد الطوموبيل غالية كانت آخر موديل. نبيل كان شاب لاباس عليه من عائلة غنية. نبيل غير شاف سارة ويتسطع على الزين ديالها، تبعها من الدار البيضاء حتى لسيدي سليمان. هنا العلاقة غتبدا تطور. نبيل كان كيعطيها الفلوس بلا حساب، السيمانة اللي ما كيعيطش ليها كيصيفط ليها من 5000 درهم حتى ل 10000 درهم، عادا الكادوات اللي كان كيعطيها كل ماركات عالمية. سارة هنا غتقول مع راسها يا ربي دير ليا تاويت الخير، هذا هو الراجل اللي كنحلم بيه وغيعيشني أميرة في أوروبا. ولكن الصدمة كانت ملي جبدات معاه موضوع الزواج. نبيل صراحة بالحقيقة المرة اللي فيقاتها من واحد الحلم. قال لها شوفي يا سارة، أنا ريفي وعائلتي محافظة ومزيرة بزاف، عندنا واحد القانون في عائلتنا كنتزوجوا غير من بنات العائلة في الريف، ومستحيل 7 المستحيلات يقبلوا ليا بوحدة مطلقة 2 مرات ومن الفوق ماشي ريفية. أنا كنبغيك نصرف عليك ولكن الزواج وندخلك للحالة المدنية صعيب وصعيب بزاف. سارة هنا بالذكاء ديالها عرفت بأنه هاد العلاقة طريق مسدود، وهي باغية السترة مع الفلوس ماشي التفلية. قطعت معاه وخا كانت جرحات في الكبرياء ديالها، وهذا الرفض هو اللي شعل فيها العافية وخلاها تقلب على البراني. من بعد هاد الإحباط سارة زادت حقدت على ولاد بلادها، وهنا غتدخل العالم ديال الفيسبوك، كتقلب ليها كل نهار على شي راجل ما يكونش مغربي، حتى طاحت في واحد الولد سميتو خالد، كان سعودي، كان العمر ديالو فوق 60 سنة، باين عليه واحد ثراء فاحش. سارة غتلاقى بيه وهي في كامل الأناقة ديالها. هنا السعودي بقى عيحل فيها فمه. هنايا غتقول ليه بصراحة أنا ماشي ديال الحرام، إلا بغيتيني أجي دق الباب ديال دارنا. هنايا الشايب اللي هو السعودي غيتصدم، كان كيصحاب ليه بأنها وحدة رخيصة وسهلة، حتى لقى قدامه مرا صعيبة وغالية في الثمن ديالها. تزوجو شرا ليها واحد الشقة فخمة في مدينة طنجة، والذهب والفلوس ولاو كيطيحوا عليها بحال الشتا. سارة هنايا قالت صافي نسيت جميع الرجال اللي دازوا في حياتي
ونسيت الفقر، ودابا غنضمن المستقبل ديالي. سارة هنايا كيسحب ليها بانها وصلت للقمة، ولكن ما عارفاش باللي راها غادا لواحد المصير مجهول، مصير كحل سحل. قبل ما نكملوا هاد القصة ونعرفوا الجحيم اللي غتعيشوا في السعودية، الى عجباتكم هاد القصص الواقعية اللي كنعاود لكم، ما تبخلوش عليا بجام واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يبقى يوصلكم كل جديد. التشجيعات ديالكم هي اللي كتخلينا مكملين ونكملوا معكم القصة. هنا سارة غتمشي مع راجلها للسعودية، غير غتحط رجليها في مطار ديال جدة وغتدخل لواحد الفيلا غيتحول الحلم ديالها كله لكابوس، واحد الكابوس مرعب. خالد حيد ليها التليفون والباسبور، لاحوها في واحد الملحق فيه عيل خدامات، والزوجة الأولى اللي هي بنت عمو كانت مرا قوية ولات هي الآمرة والناهية. وخالد قدامه ما عندوش الشخصية، كيولي بحال الفار ما كيقدرش يهز ليها الراس. كان ديما الإهانة والجوع والاحتقار ولاو هما الروتين اليومي ديال سارة اللي كانت لاله ومولاتي في بلادها. والكارثة العظمى وقعت ملي سارة حملات. هنايا الزوجة الأولى غتحلف باليمين ما يتزادش هاد الشريك اللي غيكون شريك ولادها في الورث. سارة مسكينة كانت ناعسة حتى دخلوا عليها واحد العصابة وسط الدار اللي هو الشيفور والجارديني والخدامة. شدوها وداك الشيفور بدا كيركل فيها في كرشها بواحد الوحشية. سارة مسكينة بقات كتغوت وكتطلب الرحمة، ولكن قلوبهم كانت قوى من الحجر. بقاو كيضربوا فيها بواحد الوحشية حتى طاح ليها الجنين مسكينة وسخفات. هنايا غادي يرجع خالد في الليل، غادي يلقاها مسكينة تقريبا بحال الميتة، ولدو طاح وما قدر لا يعتقها لا يدير ليها والو، حيت هو بنفسه كان خايف من مرته. سارة مسكينة تهرسات ولات بحال الهيكل العظمي، كتمنى غير الموت تجيها. ولكن هنا غتشيء الأقدار بأنه خالد غادي يموت بسكتة قلبية. سارة هنا غادي تفرح، غتقول هذه هي الفرصة، غنصبر حتى يدوز العزو وغادي ناخد حقي في الورث ونهرب. ولكن العائلة ديال خالد غادي يسدوا عليها جميع الطرقان، جميع البيبان غتسد في وجهها وغادي يمنعوها حتى من الخروج. دازت واحد 10 ايام ديال العزو، العائلة سافرت لواحد المناسبة وبقات سارة بوحدها مع العساس. لقات واحد الباب في الكوزينة محلول، قلبها بدا كيضرب بالزربة. هنا غتمشي بالتخبيه وغتطلع في واحد السور، هذاك السور كان عالي ديال الفيلا. هذه هي الفرصة الوحيدة باش تخرج للحرية. شافت لتحت وغمضت عينيها وهي نقزات واحد تنقيزة خايبة. هنا العساس غادي يسمع الطيحة، غادي يخرج عندها غيلقاها تهرست من رجليها. العساس هنا غادي يعيط العائلة غتجي كتجري، عيطوا البوليس واتهموها بواحد تهمة خطيرة. قالوا البوليس بانها سرقات ليهم جميع المجوهرات اللي عندهم والفلوس وكانت غاديه تهرب. ساره لقات راسها مهرسه ومرميه في الحبس في الغربه ومتهومه بالسرقه في السعوديه. العقاب ديالها كان صعيب بزاف، يا يقطعوا ليها يديها او تحبس مده طويله. ساره عرفت باللي الزين ديالها اللي كانت كتفتخر به ما نافع والو قدام هاد الكوميساريه وهاد الحبس، وباللي الفلوس اللي كانت كتحلم بيهم ولاو غير حلم بالنسبه ليها. اشنا هو هاد الثمن الغالي اللي غتخلص ساره باش تخرج من هاد الحفره؟ وشنو هو هاد العرض اللي غادي يعطيه ليها ولد راجلها باش يخرجها من الحبس؟ وفي هاد اللحظه غادي يدخل فيصل ولد خالد الكبير. فيصل كان مجرد نسخه مصغره من مو، كان واحد الولد قلبه قاصح كيشوف ساره مجرد طماعه جات باش تسرق ليهم رزقهم. جلس قدامها بواحد البرود وقال لها شوفي يا ساره، حنا عارفين باللي انتي ما سرقتي لينا والو، والوالد الله يرحمه ما خلالك حتى حاجه في الوصيه. قدامك جوج حلول، يا اما تمشي للمحكمه وتحكمي وتدوزي سنوات ديال الحبس بتهمه السرقه، او عندك واحد الحل واحد اخر. هنايا ساره مسكينه بدات كترعد، قالت لي اشنا هو الحل الثاني؟ فيصل هنا غادي يجاوبها بواحد الابتسامه فيها خبث. قال لها غادي تنازلي لينا على جميع الحقوق ديالك في الورث وغتوقعي لي على جميع الاوراق اللي كتقري فيهم بانك خدمتي عند الوالد ديالي، بانك مربيه ماشي مرته، وباللي هاد العقد اللي عندك بانه مزور، وفي المقابل غنسحبوا الشكايه اللي درنا ضدك وغادي نقطعوا لك تيكيت للمغرب وغادي تمشي غير بالحوايج اللي عليك. ساره هنا اللي كانت كتحلم بالملايين لقات راسها بانها مجبره توقع عليه على هاد الاعدام ديال الاحلام ديالها
باش تنقذ راسها من المؤبد. وقعات ويديها كيتراعدوا، دموعها كلهم نزلوا على الوراق، دموع الندم على الرجال اللي فرطات فيهم، حيت كانت كتقلب ليها على الهمزه. خرجت ساره من الحبس ديريكت للمطار فوق كرسي متحرك، حيت رجلها باقا ما براتش مزيان. ملي حطات رجلها في مطار محمد الخامس ما لقات حد كيتسناها، لا طوموبيل اخر موديل، لا ذهب، لا بريستيج. رجعت لسيدي سليمان في طاكسي كبير، دخلات الحومه وهي كتحاول تغطي وجهها بالشال باش ما يعرفها حد. من هاد الشي كامل ساره ربحت غير هذيك الشقه اللي شراها ليها السعودي. النهايه كانت فيها صدمه. ساره لقات والديها حالتهم تصعب على الكافر، الاب ديالها مرض بالزهايمر ما بقاش كيعقل عليها، والام تقوص ليها ظهرها بتماره. ساره اللي كانت باغا تحرق جميع المراحل لقات راسها رجعت لنقطه الصفر، ولكن هاد المره باعاقه في رجليها وحرقه في قلبها، ولات عندها واحد السمعه على كل لسان. اليوم ساره ندمات على كل حاجه دازت في حياتها، ولات كتقلب ليها على خدمه بسيطه. كتشوف اي بنت من البنات ديال الحومه اللي كيكونوا زوينات وتا هما كيكونوا طماعات، كتمشي تقول لهم واحد الجمله مفيده، كتقول لهم القناعه كنز، والفلوس اللي كيجيو بالغدر كيمشيو بالعذاب. حفروا طريقكم بالحلال قبل ما تحفروا قبوركم بيديكم. خوتي خواتاتي، هذه هي القصه ديال ساره. الا عجبتكم القصه ديالي واستفدتوا منها ما تنساوش تبارطاجيوها باش توصل لاكبر عدد من البنات. كانت معكم قصص المغتربه، نتلاقاو تاني في قصص اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.